السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطابي وكلامي للسيد الرئيس، وأنا كمواطن حق أوجه له عتاب، خاصة أنا من الناس اللي كنت ضد الإخوان وقبل الثورة أصلا وبعد الثورة وأثناء الثورة، وأنا من الناس اللي أيدت الرئيس ودعمت الجيش ودايما مؤيدة للجيش وللرئيس، وأمنا بالمشروع وكنا مبسوطين في 2014 15 16. عشنا وقت صعب، كنت أنا من الناس اللي دايما كنت أقول للناس اصبروا إن شاء الله الخير جاي بكرة، الخير جاي بكرة، الخير جاي بكرة. في مشاريع كتير وإن شاء الله هنجني ثمارها. ما جاش بكرة يا سيادة الرئيس، حضرتك قلت لنا وبكرة هنشوفوا مصر، احنا ما شفناهاش. احنا لقينا 2-3% مقربين ايجيبت هم دول اللي شافوها بكرة، انما احنا لسه، احنا 97% من الشعب ولا 95% من الشعب احنا لسه ما شفناهاش. احنا عمالين نعافر وبنستحمل ونقول ان شاء الله خير، واحنا ده احنا اصلا اللي بنقف مع البلد دي. احنا والله ما هم الناس دي اللي في اخر عهد مبارك نطوا من المركب بتاعته ورجعوا تاني النهارده. هم ولائهم لنفسهم فقط، انما احنا ولائنا للبلد دي ما ملناش غيرها ومش محتاجين حاجه. الحادثه اللي حصلت بتاعت الاسماعيليه، اطفال شباب صغير عيال رايحين يشتغلوا عشان ياخد 100 جنيه و150 جنيه عشان الحياه، الكهرباء والميه والغاز واللي عيال. ما اقدرش اقول لابوهم ما تشغلهمش، ما هو هيعمل ايه؟ وفي نفس الوقت مش هتقدر تغير العربيه دي، لان العربيه دي بتاخد 600 جنيه ولا 700 جنيه. لو جبت لهم ميكروباص عايز 1500، فالولد اللي بياخد 200 جنيه هيدفع 100 جنيه منها مواصلات برضو. ولكن الناس تعبانه جدا جدا يا ريس، وزعلانه منك، والله العظيم زعلانين منك جدا جدا، لان احنا وثقنا فيك وصدقناك، ولسه برضو احنا واثقين فيك برضو. كلام النهارده عشان نقول لك يا ريس خد بالك مننا اكتر من كده. احنا بنحبك وبنحب البلد دي، فخد بالك مننا. مش هتكلم في كلام كبير ولا هتكلم في اقتصاد ولا هتكلم في ناس بتستفاد ولا هتكلم في الناس اللي نمنا صحينا لقينا معاهم مليارات من اين لك هذا ما نعرفش. مش هتكلم في كل ده، ولكن هتكلم في حاجه واحده بس. خد بالك من الناس. المنظر الحادثه اللي حصلت امبارح هتحصل، حصلت قبل كده في الاقليم البنات، هتحصل تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر، وبتحصل كل يوم بانواع مختلفه وباشكال مختلفه، وناس بتموت وناس بتموت وهي حيه احيانا بسبب حاجات كتير وظروف كتير. فلو سمحت يا ريس خد بالك مننا شويه، خد بالك مننا شويه يا ريس، عشان خاطر بلدنا، مش عشان خاطرنا احنا، عشان خاطر بلدنا. احنا كلنا في مركب واحده، واحنا لسه واثقين فيك ومصدقينك، وربنا يعينك، ربنا يعينك. السلام عليكم. وصل صوتك.